الهجران نعاملهم معاملة النساء. يقول يا زعلت على حرمتك اهجر. يلا حيهم يا هلا، طلالك حيث سوالوا عشاء. جمع له رجال طيبة مثلكم وشرواكم. مسك الباب. وتخبرون كل مناسبة يصير به ازدحام ونتورط بالكراسي ونبلش، وبه رجال تقوم وبه رجال ما تقوم، به بعض الرجال تزحزح اللي مستحية وما وده انه تقوم، بعضها لا ما يقوم ابد لو يجي لباس عمامه. الله يبيض وجهه نواف ابن سراي ابن زويمن. يوم جاء رجل أجنبي، يوم شاف معذب، جاب الرجل وجابه على صدر المجلس. لا معذب هو يعرف، يا جاء رجل أجنبي جابه هو على صدر المجلس، وانتم يا رجال اللي قدامه تستحون تقومون ولا تقدرون ولا اللي هو على حسب المصطلح اللي انتم تبونه. يوم شاف الرجال جايبه هذا هو يقوم، قال بهذا محله، هو يجلس محل، والله يبيض وجهه يجزاه خير. موقف نقول كثير من الرجال يسوونه، خلنا نرفع النسبة إلى 90%، ولكن عندنا 10% مشكلة. فلازم تكون مجالسنا 70 مترين عشان كله صدر المجلس رصك مهلو رص مالك ما هلو. مي معقولة يا كل مناسبة نبلش بهال 10%. أرجوله يا رب لك الحمد تقوم ولا تقلط على الضيف ولا تقلط على الأكل، تبلش بهم يقوموا على صحون ما يقومون على صحون. ولكن في 10% تسرقون ستور هالمجالس ولا يقومون ولا يتحركون أبد. عيب. مع إنه مرض خلاص، يعني أنا أشوف إنه بس أنا علشان موقف ابن زويمن تكلمت، أنا أشوف إنه مرض خلاص ما له علاج، ما لك إلا يا شفته ما تحرك انت يا الرجل، شفت هالرجال ما تحرك لا تعزمه ثاني مره خلاص. ما لهم الا الهجران نعاملهم معامله النساء. يقول يا زعلت على حرمتك اهجر. هو نعامله معامله حريمنا، نهجرهم من المجالس ومن العزايم ومن هذا المفروض انه راح يسوى معه الهجر. اهجروهم اهل أسطورة المجالس اللي ما تحرك. يا عزمته هالمرة وشفته لا تزحزح ولا راح ولا جاء وله هالمكان هذا، اتركه اهجر.